وبركاته. عايزين نعمل النهارده جلاش حلو كده زي بتاع المحلات واحلى كمان. الاول جبت جوز هندي كده زي ما انتم شايفين على زبيب، وسوداني نص مكسر نص سليم، دي بقى ليكي مطلق الحريه. واهم تكه في الموضوع علشان الجلاش يطلع حلو، رحت طبعا فاكرين العسل اللي احنا عملناه تفريزات اهو، ولا سكر ولا عسل اهو، بس تقول لك ده سكر مني. هنزل منه، هنزل بمعلقتين كده زي ما انتم شايفين عشان اسمر الجلاش، قصدي المكسرات كده. يا رب تكون شايفين كويس. ومعايا ورقه جلاش كل شويه اطلعها وادخلها وادخلها واطلعها، فانا خايفه لا اكون حصل لها حاجه، فان شاء الله بقى ايه يعني ايه ربنا يستر ما يكونش حصل لها حاجه. وقبل اي حاجه طبعا بنروح بقى جايبين الصاج دهنينه سمنه كده من كل الحتت والجوانب، ومطرح ما هنحطه بقى علشان ايه طبعا الحلويات دي اساسي، دهنه السمنه دي اساسيه في اي حاجه بتحطوها تمام. وربنا يستر بقى على الجلاش اللي انا جايباه ده، وكل شويه اطلع اللفه وادخلها واطلعها، فانا مقلقه قوي لا افتح اللفه الاقيها مش اللي هي يعني. نفتح بقى اللفه وهنشوف احنا حظنا. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده ايه عملنا بسم الله، ربنا يستر بقى خير ان شاء الله، خير خير خير، حتى الرمايه تطير يا ابويا. هنتعامل في هلالي برضو هنتعامل. لا تصدق طلعت كويسه. هي على فكره نوعيه الجلاش اللي انا جايباها كويسه، بس انا مشكلتي انا كل شويه تحصل حاجه افتح اللفه وارجع تاني. الاول بديها دهنه سمنه كده زي ما انتم شايفين، اهم حاجه دهنه سمنه جوه كده، وبرده دهنه سمنه برده ما بين الورق كده. حاولوا ايه نزونها برده، هنرش سمنه من فوق بنحب نورقها، وننزل بقى بالحشو بتاعنا كده كده تمام. وهبتدي بقى اقفل بس بس الجلاش ده بعيد عنه عشان اعرف اتعامل كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش التكه دي بقى كنت مستعجله ومقلعه على الجلاش بتاعي. ابتدي بقى اقفل كده، اقفل رول. اللي حابب بقى يعملها عش البلبل، اللي حابب يعملها عش العصفوره، ليكوا بقى مطلق الحريه اهو. اول لفه والحمد لله طلعت بالسلامه. وهنجري نحطها كده على الصاج زي ما انتم شايفين. الله اكبر. انا بقول لكم هي لفه الجلاش دي من ساعه ما جبتها وهي الموضوع مش مظبوط، مش عارفه في ايه اهو. الحمد لله بالسلامه طلعت اهي الحمد لله. تاني بقى ورقه نديها برضو دهنه سمنه كويسه كده محترمه، ولسه هنديها من فوق كمان ونشربها سمنه كتير عشان الجلاش والحلويات الشرقيه سمنات. ونجيب بقى المكسرات بتاعتنا والحلويات والزبيب بقى، واللي عنده بندق، اللي عنده فستق، اللي عنده عين جمل. على فكره السوداني ارخص المكسرات واحسن بيه. السوداني ارخص المكسرات واحسن تمام. هنا كده الجلاش كده بالراحه وهي وهوديها على الصاج جنب اختها. خلاص اللي بعده واحده كمان. بصوا بقى انا مش هلف كل بقى الورق قدامكم عشان ما تزهقوش، عشان ما تطولش عليكم في الفيديو. وبعد كده بنخلص بقى لف هنشوف هنعمل ايه تمام. انا جايه لكم النهارده لابسه فلسطينيه بقى زي ما انتم شايفين. والله انتوا شايفين ولا حاجه، انتوا مش شايفيني اساسا. المهم وما تنسوش تدعوا اخواتنا يا جماعه فلسطين في اهل غزه، ما حدش ينسى يدعي علينا لاهل غزه يا جماعه. طبعا شايفين انا نزلت المكسرات كده حاسه ايوه كده. نزلت المكسرات كده في الجلاش وحطيت السمنه دهنتها، وهبتدي برضو ايه الف رول بالراحه بالراحه، يعني مسك زي حاجه فيها لونها ميه ولا حاجه. هنتعامل الحمد لله ان الجلاش على بالرغم ان انا كل شويه اطلع اللفه ده غلط وبدخلها تاني في الفريزر ده غلط، بس الحمد لله طلعت هو الجلاش نوعيته كويسه، فالحمد لله ربنا ستر. وقفل خلاص بقى رلينا الجلاش كله والحمد لله اهو وسمغناه. وهنبتدي بقى ايه نقطعه كده بالسكينه، وبعد كده نعصه برده سمنه. احنا قلنا الحلويات الشرقيه بتبقى سمنات، واللي يفيد بقى صفيه
يعني ليها سمنه على عينها ما تقلقيش، واللي يفيد منك صفيه وتعمليه في حلويات، طبق حلويات تاني. تمام. وهبتدي بقى اقطع كده. تمام. الجلاش كده معايا واتحايل بقى عليه، يعني اجيبها من الجنب كده واجيبها من الناحيه عشان تبقى كلها بسوا واحد. دي بقى اللي كانت طالعه وحشه قوي يعني، بس لميتها الحمد لله في قلب بعضها وحشيتها. فاحنا عندنا الجيش بيقول لنا اتصرف، اي حاجه تبوظ مفيش حاجه بنرميها. هي طلعت كلها مفككه ومقطعه، بس انا لميتها في قلب بعضها عملتها رول برده، بس جت تخينه والحمد لله مش مهم، بس اتلمت. تمام. واقطع كده خلاص. قطعنا الجلاش بتاعنا كده، والسيرب بيبقى تقيل وبارد طبعا، اللي احنا عاملينه في رمضان وقلت لكم هيتقل. اوريكم السيرب دلوقتي لما نيجي ايه نسقي الجلاش. طبعا خلاص بقى كده انتهينا من التقطيع. بننزل بقى على الجلاشات بتاعتنا كده بسمنه، سمنات بقى، سمنات على قد ما تقدري حطي. الحلويات الشرقيه بتعوز سمنات، واللي يفيد نصفيه مفيش مشكله. خلاص. اسرع حلويات واحلى حلويات وخفيفه. الاخوات الجماعه اللي طلبوا مننا قالوا لنا اعملوا بقى خشوا في الحلويات، ادينا بنرد عليكم بالفيديو ده اهو. عملنا الحلويات اهو عشان ما نزعلش اي حد، وكل المشاهدين يعني طلباتكم اوامر بالنسبه لي. تمام. زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده بدات ايه اهو، عماله ايه السمنه خلاص خلصت كده. تمام. وحشيت الجلاش كله تمام. وهدخل بقى على الفرن على درجه حراره 180، اقل من نص ساعه، ما يكملش نص ساعه وهيستوي. خرجنا الجلاش اهو يا جماعه، ما خدش في ايدي نص ساعه، وشرب كل السمنات بتاعته بقى. وهنبتدي ننزل عليه بالعسل التقيل البارد. خلي بالكم السيرب ده انا عاملاه من قبل رمضان باسبوع، يعني قبل رمضان بكام يوم كده اهو، زي ما انتم شايفين اهو. خلاص. ابتدي بقى اسقيها، اسقي كل الجلاشات بتاعتي كده بالسيرب التقيل البارد ده عشان يطلع احلى جلاش ولا اجدع حلواني، وعاملينه في بيتنا، وكله من صنع ايدينا وحياة عينينا. كله من صنع ايدينا وحياة عينينا اهو، زي ما انتم شايفين اهو. شرب كل الجلاشات كده السمنه. على فكره انا ما صفيتوش لان كل الجلاش ما تورقش كويس، فراح شارب السمنه كلها. تمام. او ما تورقش قصدي سمنه كويس، يعني ما سيحتش عليه سمنه من جوه كويس. تمام. خلاص اهو سقينا كل الجلاشات اهو. السيرب بس كفايه، حلو قوي كده. وخلاص ده كان فيديو النهارده. ده كان فيديو النهارده عن احلى جلاش تعمليه في البيت، جلاش حلواني باسهل الطرق وبابسط الطرق. ولو حتى اللفه عندك قاعده بقالها كتير، هنفضل نتعامل ونعملها ونطلعها احلى جلاش. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لا تنسوا الدعاء لاخوانكم في غزه. رمضانكم كريم.